الاثنين عم ينقوا لي. انا عمر مبتلي بالكيس معنا. آخر أيام رمضان الأسواق مليانة زحمة وزينة العيد بكل مكان. نزلنا أنا وزوجي ندور على ملابس العيد بين المحلات، وما أصعب التسوق لما زوجي يكون معي. كيف كان التسوق وشو كانت المشتريات؟ خليكم معي. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ شو الاخبار؟ جات لكم اليوم بهذا الفيديو. اول شيء هون كنت عم فرجيكم الكوكيز اللي عملتهم هذا الفيديو السابق. بس وقتها قلت لكم رح اخبزه بالفيديو اللي بعده. رح اعرض لكم اياه بعد ما خبزته، يعني خبزت قسم بوقتها وتركت قسم حطيته بالبراد. لانه بالبراد بصير احسن بالنسبه للخبز، يعني بتضل القطعه ماسكه ما بتسيخ كتير. يلي ما شاف الفيديو يروحوا يشوفوا الفيديو يلي قبل هاد. كنت عاملة فيه الطريقة، وعن جد كتير طلعوا طيبين يا جماعة. هاي الطريقة أخدتها من الشيف عمر يعني، وطبقتها وفعلا طلعت كتير طيبة. فاليوم الفيديو يا جماعة هو تجهيزات العيد، وعم ندور كنا على ملابس للعيد. عن جد يا جماعة أحلى الفيديوهات فيديوهات تحضيرات للعيد لرمضان، لهي الأجواء الحلوة اللي كتير كتير بحبها. فهون كنت رايحة بالليل أنا وزوجي لحتى نشوف شو في ما في عنا يعني بالسوق. قبل هلا نزلت ما شفت شي عجبني، بس قلت خليني ارجع اعمل اخر لمحه يعني. واكتشفت هذا المحل بمنطقتنا. هو صاير ببيع تصافي للمحلات او للماركات. يا جماعه عن جد كتير حلو. بتلاقوا ممكن قطعه واحده نمره واحده، بس شو يعني ممكن يكون بالمحل مثلا يعني تبعه حقها مثلا كتير غالي، فبتاخدوه بنص حقها او اقل بكتير بالمحل هذا، لانه بيكون ضال منها قطعه واحده او قطعتين. عرفتوا كيف هي نوعيه من المحلات. وعملت جولة سريعة يا جماعة. فيه أحذية للأعراس للمناسبات، فيه باط رياضة، خفافات رياضة، فيه كتير شغلات يعني مثل ما انكم شايفين. فعن جد يا جماعة هيك محلات يعني كتير كتير أنا بحبهم، لأني بتاخدوا القطعة قد نص حقها أو أقل، أو يعني حقها يعني كتير أرخص من السوق برا. وبتكون جديدة وحلوة، بس إنه هي لأني بقيانة قطعة واحدة. وبعدين طلعنا من المحل هاد. طبعا عملت جولة طويلة أنا بالسوق، بس ما صورت لكم تفاصيل كتير. هي المنطقة اللي نحن ساكنين فيها. شوفوا يا جماعة الأجواء عن جد حلوة، بس ما في ناس كتير عنا هيك بالسوق وعجقة وزحمة. منطقتنا ما أنا مزدحمة يعني كتير. ممكن بالنهار تلاقوها مزدحمة بأوقات العطل. وطبعا هون أخدت كمان أشياء رح فرجيكم إياهم طبعا بالفيديو شو أخدت. هون كنا راجعين على البيت بالليل، وهي تاني يوم قلت خليني فرجيكم شو أخدت أغراض. شو الشي اللي لقيته. هلا اول شيء اخذت هي اللي كتير كتير عجبتني وعطت لمسه للبيت كتير حلوه. حتى البيت لازم يعني نشتري له شيء هيك للعيد. شيء جديد. فاخذت هذه الباقه الصغيره من الورد يا جماعه، كتير حلوه. اكيد اصطناعي هو الورد، فكتير كتير حبيتها. هيك الوانها حلوه، بما انه جايين على الصيف قلت هيك نغير جو الصالون شوي يعني. فمثل ما كنتم شايفين اخذتها، كان عليها عرض كمان. في كتير ورود بصراحة بالمحل. قلت خليني اشوف هي الباقة نجرب، اذا عجبنا طلعت حلوة على المزهرية تبعي خلاص رح اجيب من يوم رايح اكتر من يعني باقة، ونصير هيك شكل كل كم يوم. وشفت يا جماعة هدول بنطلونين كتير كتير حبيتهم. انا كتير عم بحب بصراحة بهالفترة البس شي مريح يعني فاضي اكتر. فهدول كتير مريحين اكتر من بناطيل الجينزات وهيك. فاخذت منهم اثنين، قلت بما انه يعني عجبوني وارتحت فيهم وانا لازمني بصراحة. فاخذت منهم اثنين، اخذت اسود بيلبق مع كل شيء، بيلزم كتير بتعرف اللون الاسود عملي، واخذت لون البني كمان بيلبق مع كتير الوان. فهدول اللي اخذتهم من المنطقه تبعيتنا. وبعدين قلت خليني اجرب معكم بدل هالوردات هدول، صار لهم والله يمكن عندي شي 3 4 سنين، فكتير مليت منهم يعني. عن جد خلونا نغير هيك شي، يعني شي جديد، يعني اقل شي هيك واحد يجي عينه على شي جديد بالبيت، فعن جد تغير نفسيتنا. هن حلوين هدول الوردات، وما بعرف ليش بيوميتها اخترت هذا اللون. يعني هو لون حلو، بس في احلى يعني يا ناريما، ليش هيك اخترتي هذا اللون الازرق؟ فبعدين حطيتهم شوفوا كيف صاروا. عن جد كتير حبيتهم، وعطوا شكل حلو كتير كتير للصالون وروح حلوة، رغم انهم اصطناعيين يعني. رغم ذلك عطوا شكل حلو. فقالوا لي انتوا رأيكم بالتعليقات اي بقى احلى، الباقة الوردات الزهر ولا هي؟ وشوفوا هيك لبقت مع اللوحات مع الالوان. كتير بحب هي الالوان حتى بالصالون عندي. وهون بقى بعدين بعد ما لملمت شوي عملت لي ترتيبه للبيت هيك سريعه. قلت فوتي يا ناريمان، خلصت كم شغله طبعا. وقلت فوتي يا ناريمان على المطبخ اعملي لك افطار. طبعا مثل ما بتعرفوا اخر رمضان الافطار عم يكون يعني اشياء سريعه، شغلات بتصير بسرعه، شغلات يعني اصلا ملينا من الطبخ يعني اكيد كلياتنا نفس الشيء. فقلت لأعمل صينية فرج بطاطا. حطيت البهارات اللي بحبها، طبعا انتوا اكيد بتعرفوا فرج بطاطا اكلة سهلة كتير وكل الناس تعرفها. حطيت البهارات اللي بحبها، حطيت شوية خل، حطيت توم مهروس، وحطيت كمان دبس فليفلة.
وصارت لكم تتبيلة غير شكل. أوقات يا جماعة ما بحب إنه كتر التتبيلة هيك إنه خليها تكون تقيلة، أوقات بحب إنه تكون تقيلة، أوقات بحب تكون هيك يعني بس شوية بهار وشوية ملح، أوقات بحبها تكون مثل هيك مثل ما انكم شايفين تكون التتبيلة تبعها تقيلة يعني، ولدرجة إني حتى التتبيلة بحطها بقلب الجلد تبع الفروج. ولا تسألوني عن التوم لأني كتير كتير بحب التوم بالأكل، كمان حطيت سنن هيك بالأكل يا عيني وقت تطلع لنا هيك التوماية وقت تيجوا تحطوا الخبزة وتغرسوها هيك مع البطاطا وتطلع لكم توماية، يا عيني على الطعم، عن جد بيطلع الطعم اكسترا يعني لذيذ، اكسترا لذيذ. مين مثلي يا جماعة هيك بيحب يكتر بالأكلات؟ يعني التوم والبصل طبعا ما إنه شي زايد عن حده، بس يعني بشكل واضح بحب التوم يكون ظاهر. فهون بقى كمان قلت اعمل لي صحن سلطة هيك يلبق لصينية هالفروج ببطاطا. قلت الصحن السلطة اللي بيلبق لها هو خيار وبندورة وفليفلة خضرة شوي و... وشو اسمه يا جماعة وبصلة صغيرة. وعملت لكم جنبها شو كمان شوفوا قديش بحب الثوم انا وزوجي. عملت لكم كمان جنبها ليمون وثوم مدقوق وملح شوي وزيت زيتون. كتير 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 هي طيبة مع الفرج البطاطا، انا كتير بحبها، او الفروج المقلي او السمك المقلي. نحن بنقلها توامة، واللي علمني عليها بصراحة هو البابا. وقت كنا صغار دائما جنب الأكل توامة، فتعلمنا عليها كتير كتير لهي الأكلة جنب الأكل، وعلمت زوجي عليها. لزوجي بيحب ياكل هي الأكلة هو مخترعة، ما بعرف إذا الناس كمان بتعملها مثل ما شفتوا جنب السمك. كمان عملنا هيك تشكيلة سمك مثل ما شفتوا. هي عبارة عن مي وليمون أو ملح ليمون عفوا، ونعنع وفلفلة حمراء وتوم. يعني هو بيحب هيك، كل واحد بيحب صوص معين. وبعد هالأكلات الطيبة شو بدنا؟ أكيد بدنا كاسة شاي غير شكل. وهذا الشاي النوعية هي تعرفت عليها من فترة، وصار عندي إدمان بالشاي يا جماعة. كتير 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 عم نحبه أنا وزوجي. وعملت لكم هيك كاستين شاي وأخدتهم وشربناهم هيك على رواق بعد هالأكلة الطيبة، بعد ما عبينا البطون. فعلا غير شكل. وهون بقى كنت مقررة أنا وزوجي باليوم اللي بعده إني نروح نكمل تسوق، لأني ملابس العيد ما. وهون عنا بالمنطقة بصراحة ما في شي حلو، يعني رحت مرتين صار وما لقيت شي زيادة حلو. يعني هالبنطلونين اللي اشتريتهم يعني بالصدفة، يعني بالصدفة إني لقيتهم. ومثل ما كنتم شايفين بقى هون كنت عم صوركم أول ما فقنا. هي تاني يوم الصبح فقنا بكير الساعة 7، على بين ما لبسنا وطلعنا من البيت كانت الساعة 8، صارت 8 الصبح طبعا. وحملنا حمايلنا ورحنا لوين؟ على مكان فيه ألبسة. أنا بتسوق منه دائما تقريبا أغلب الأوقات بالذات بالأعياد، لأنه بتلاقوا هنيك بهذا المكان كتير أشياء، كتير كتير أشياء حلوة. رحنا على ميدان اسمه ميدان بغجلر. فهذا الميدان يا جماعة هلأ بتشوفوا، في ناس يمكن بتعرفوا اللي عايشين باسطنبول، في ناس ما بتعرفوا. يعني خلص نمشي من أوله لآخره بنلاقي كل شيء، محلات أحذية، محلات ألبسة، محلات يعني للمحجبات، محلات حجابات، اكسسوارات. يعني خلص انه بنفس الشارع بتلاقوا كل شيء. بينما عنا هون كل محل بجهة، يعني وهن 3 4 محلات عنا بالمنطقة. يعني محلات الألبسة 3 4 يا جماعة، ما أكتر يمكن. وما بتلاقوا يعني تشكيلة، يعني ما بعرف ليش هيك هون عنا هالمنطقة. وحتى كمان أسعار أغلى هنيك، أسعار أرخص بكتير، وفي عروضات كتير هنيك كان. وكمان عنا شغلة هون، في عنا مول كمان، المول بتحسوه كمان مثل قلتو يعني. فقلنا لحالنا خلينا نروح لهونيك شارع واحد بنخلص كل شي. واخدت لكم هاي اللقطة الخرافية، شوفوا يا جماعة. والله حسيت حالي هون اني انا عم سوق المترو، بس عم سوقه بالعكس لورا يعني. وهون بقى وصلنا يا جماعة على السوق اللي انا عملكم عليه، بس كانت لسه العالم مسكرة. هون عمر مبتلي بالكيس تبعنا. والله يعينك يا عمر، يعني دائما عمر مبتلي بالغراض تبعنا والاكياس تبعنا، هو لازم يشيلهم يعني. فهون التقينا بهذا المكان. هذا هاتي الاثنين عم ينقوا لي. هذا مثلك حلو. فهون يا جماعة صرت أضحك عن جد إنه كيف اتنيناتهم عم يحاولوا يلاقوا لي شي يعجبني.
أنتِ شو بدِّك؟ قُل لهم مثلًا عم دَوّر على كذا، على الغرض الفلاني، فصاروا هُنن يروحوا يدوّروا إنه هاد يقنعوني، يعني هاد بجنن، يعني خلص ما هم يخلصوا يعني من الأشياء تبعي. وبعدين رُحت لكم على محل عن جد غريب هيك حسّيت بالإكسسوارات كمان بتحسّوا فيه من كل قطعة يعني من كل موديل قطعة من بس عن جد هاد الحلقة غريب، كل هالكبر. هذا أغرب طبعا. Hanımlar lüfer ألف. spor ayakkabılar tekli alımda 750, ikili alımda 1000 TL nakit özel. هدول متل ما شفتوا كتير في شغلات غريبة يعني بالمحل بالنسبة للإكسسوارات، حتى في ألبسة، في كمان ألبسة قطعة من كل شغلة. ما بعرف يعني ما عرفت المحل هو متل إنه مستعمل، ألبسة مستعملة مثلًا، أو ما عرفت هو محل متل تصافي. وحتى كمان شفتوا يعني في كتير شغلات أسعارها كتير غالية، يعني الحلق 1000 ليرة أو 1099 يمكن كان 1100 تقريبًا. فيعني ما إنه أبدًا رخيص يعني، فيمكن إنه ماركات مثلًا. فبعدين رحنا يا جماعة كمان كان جنبنا بالسوق في هاي متل عاملين هيك خيمة إنه فيها هيك أكلات طبخات، ونحن صايمين وعم نتشهون يا جماعة ونشم الريحة ونتفرج على الأكلات الطيبة. وكملت التسوق بعدين تبعي، واخترت الحمد لله كام غرض هنن لازمي لي وهنن للعيد. واحكوا لي انتم يا جماعة شو اشتريتوا، جهزتوا للعيد ما جهزتوا، ما عم تسمعوني اخباركم بالتعليقات وين غاطين. اكيد كلياتكم مشغولين بالعيد وهي الاوقات اللي كلياتنا بنكون اصلا مشغولين فيها. وكتير كتير يا جماعة لاحظت بالسوق الألبسة الصيفية، والله مع إنه لسه برد يعني عنا هون باسطنبول برد كتير، يعني أنا بهذا اليوم أصلًا كتير بردت كتير كتير. ف عندنا لحد الآن يعني الدنيا شتوية بامتياز، وعم يقولوا كمان إنه على العيد رح يكون مطر، فالله وعن جد يا العليم جماعة طبعًا. أنا بالنسبة لإلي ما باحب أطلع يعني مع زوجي كتير أتسوق، بس يعني شفتوا الواحد إذا كان مثلًا ببلد مثلًا أمِك، أختِك، أهلِك مثلًا معن حواليكِ، فبتضطري إنه تطلعي خلاص مع زوجِك يعني، لإنه بتعرفوا أنتم الرجال بالسوق وما أدراك ما الرجال بالسوق، يعني الرجال بالسوق خلاص يعني وجّع لِك راسِك. بس يعني هو كمان صار يتعلم شوي على هالموضوع لأني عارف وشايف يعني إنه خلص ما في مهرب من نزلة السوق معي. وكمان هو مشوار، هو نزلة السوق وممكن كمان هو يشوف شي يعجبه ياخده. وكمان ابن حمي الصغير كمان أخد تسوق ملابس للعيد، فيعني كلياتنا استفدنا من هالمشوار. وهون بقى غيرنا السوق ورحنا على سوق تاني كمان، كملت الأغراض تبعي. طبعا الأغراض إن شاء الله رح أعرض لكم إياهم، شوفوا شو اشتريت بالفيديو اللي جاي حتى ما يصير هذا الفيديو كتير طويل عليكم. هون كان يعني آخر محطة رح نطلع فيها نوصل على البيت، مثل ما كنتم شايفين قاعدين عم نستنى المترو. ولهون وصلت لنهاية الفيديو، بشوفكم بفيديو جديد. كانت معكم ناريمان، باي باي.